السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي أعزائي أينما كنتم، مساء الخير وأسعد الله أيامكم. كما لاحظتم من اسم الفيديو، فيروس موسمي أم إنفلونزا خنازير. آه، موجة قريب كاسحة تجتاح بلادنا منذ فترة. تداول سكان مدينة الرقة منشورات الأطباء من المدينة، من داخل المدينة، وتشخيصهم مختلف جدا، حيث كتب الطبيب بسام حبلوش والمقيم في الرقة: إنفلونزا الخنازير تفتك بأطفالنا والوضع خرج عن السيطرة. هكذا كانت مقالته على الفيسبوك، وهذا عنوانه يعني. أما طبيب الأطفال أنس الصالح، الدكتور أنس الصالح، فقد أوضح في تسجيل صوتي متداول على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي أن الجائحة حاليا هي إنفلونزا موسمية. نسبة الوفيات بها من المصابين لا تتعدى 5%، ونسبة دخول العناية من الأطفال لا تتعدى 10%، لافتا أن هذا المرض قديم ومتكرر ودوري سنوي كل سنة. من خلال فترة الشهر تجتاح فيروسات الإنفلونزا القريب، تجتاح الأطفال. ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال في الرقة وريفها، ولا يزال فيروس مجهول، سيما أن المؤسسات الطبية في المدينة لم تصدر أي توضيح حول هذا الفيروس، واكتفت فقط باتخاذ الإجراءات الاحترازية كإغلاق مدارس مثلا ووضع الكمامات. نسأل الله السلامة لأطفالنا، أن يشفيهم من كل داء. والسلام عليكم ورحمة الله.